السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم بسبوسه كيك كتجي رائعه سهله وسريعه ومكوناتها جد بسيطه، فخليكم معايا للاخير وما تنسونيش باللايك للتشجيع. غادي نحتاجو في المكونات جوج بيضات، نضيفو ليهم كأس الى ربع سكر، قبسه ملح، ونخلطو السكر مع البيض. غادي نحتاجو الفاني للتنسيم، كأس الى ربع زيت، والقشرة ديال حامضة. وغادي نحتاجو كذلك كأس حليب، نخلطوه. وغادي نعبرو السميده جوج كؤوس، وكأس دقيق، جوج خمارات كل وحده فيها 7 غرام. صافي، وها الخليط ديالنا واجد. طبعا قبل ما نوجدوا الخليط ديال البسبوسه نكونوا وجدنا المول، دهناه ورشيناه بالسميده هو الاول. صافي، ونفرغوا فيه الخليط وندخلوه للفرن على حراره 180 درجه حتى طيب وتحمر، ونخرجوها. ملي ندخلوا البسبوسه ديالنا للفرن غادي نصايبوا السيرو باش غادي نسقيوها. غادي نحتاجوا شرائح ديال الحامض، نضيفوا ليهم كأس سكر وكأس ونصف ماء. صافي، وغادي نديروهم على النار حتى يذوب لنا السكر في الماء. صافي، ونحيدوه. ملي طيب لنا البسبوسه وتحمر كنخرجوها وهي مازال سخونه. غادي نسقيوها بالسيرو اللي غادي يكون برد، اما البسبوسه تكون سخونه والسيرو بارد او العكس. صافي، ونسقيوها بالسيرو كامل، ما تخافوش منه، خويو عليها كامل. وغادي نزينوها بالمربى والكوك، تقدروا تزينوها حتى باللوز الا بغيتو من الفوق. صافي، وغادي نخليوها حتى تبرد وتشرب لنا السيرو جيدا، عاد نقطعوها. هاد البسبوسه كتوجد بسرعه ومقادير اللي بسيطه. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. كيف كتلاحظوا كتجي رائعه وكتجي لذيذه ما تشبعوش منها. الا جربتوها خليوا لي ارائكم في التعاليق وبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب.